يا مرحب بيكم في براح مكانكم ومساحتكم اللي بتلاقوا فيها الوعي والمعرفة، وبنتعلم فيها مع بعض طرق وأدوات وعلوم تساعدنا نعيش بوعي وحضور، ونوصل من خلالها لأفضل طريقة نعيش بيها رحلة الحياة اللي كلنا بندور عليها، اللي نلاقي فيها دايما السلام والمحبة والأمان والاطمئنان. براح دايما هو البيئة الآمنة والمكان اللي تحب تكون فيه وتفهم فيه أكتر عن الحياة. لسه مكملين مع بعض رحلتنا الفلكية في معرفة تأثيرات حركة الكواكب والفلك على كل جوانب حياتنا، وإزاي نستفيد من الطاقات المسخرة لينا من رب العالمين. رحلة بقيادة ماستر إسراء محمد، عالمة الفلك وخبيرة الأبراج والشهيرة في العالم العربي بتوتة. أهلا وسهلا. اهلا بيكي. بجد ترحيبي بيكي، وحلقاتنا مع بعض دايما بتكون بتلاقي إعجاب الناس، وبيكون دمها خفيف، وبيكون غالبا انت كلامك كله بصراحة بشارات. عشان كده انا بحب جدا اتابعك، يعني من زمان، من حتى قبل ما نعمل برنامج مع بعض. بصي بقى، احنا الاسبوع اللي فات اتكلمنا على طاقة شهر 6 بشكل عام على كل الابراج. بما اننا في شهر 6 عايزين بقى نخاطب اصحاب اعياد الميلاد اللي في شهر 6، برج الجوزاء. عايزين نتكلم عنهم كده باستفاضة ونديهم حقهم، نحتفل معاهم باعياد ميلادهم. صفاتهم، بيحبوا ايه، ما بيحبوش ايه، نتعامل معاهم ازاي لما يكون الصفة العيب اللي فيه نبعد عنه لما يكون في الحال ده. كلمي بقى براحتك على الجوزاء. برج الجوزاء هو من الابراج الذكيه جدا، يعني ذكي جدا، عنده سرعه بديهه. بشوف ان برج الجوزاء كمان بيحب الانطلاق، بيحب الحياه، بيحب السفر، بيحب الخروج، بيحب الحياه. بس عيب برج الجوزاء ان هو متقلب المزاج جدا، مش عارف هو عايز ايه، متردد. دايما بيفكر كتير وما بيوصلش لأي حاجة من كتر التفكير، بيفكر كتير ما بيوصلش لأي حاجة. دايما بيبقى شايف نفسه مظلوم من الناس اللي حواليه، انهم كلهم بيجوا عليا بيأذوني، مش عارف لان هو حساس جدا لأي موقف، لأي حاجة بيبقى حساس جدا. فأي حاجة بتحصل بياخدها، يعني ازاي، يعني اتعامل ازاي، اعمل ايه، فبيبقى متردد اصلا في التعامل. كلامه كتير. برج الجوزاء من اكتر الابراج المتكلمه، رغاين. بيتكلم بس متحدث كويس، يعني لو شغله بيحتاج كلام هو بيعرف يتحدث كويس، او بيعرف يمثل الشغل يعني لو بتاعه حد كويس. مثلا مدير شركة بيختار سيلز، يبقى الجوزاء مناسب جدا. الجوزاء مناسب، لان في الموضوع ده هتلاقيه تمام، وسريع كمان، وبيخلص كل حاجه بسرعه، ويعني في عمليته بيبقى سريع شويه، يعني ما بيطولش او ما بيمطلش. فلا لذيذ. بس في العلاقات العاطفيه بيكون متقلب المزاج جدا. يقفل موبايله بقى، مش عايز يرد على حد، مش عايز هو يتكلم كشريك مع حد. حياة مش مريح في الحتة دي. مش مريح، لا. وممكن يسيب العلاقة ويمشي وما يكملش فجأة كده بدون سبب وبدون يعني مبررات. أنا مش عايزة أكمل. طب ليه بياخد القرار ده؟ هو خد القرار ده بناء أصلا عن تغيير مزاجي، عن تغيير هوائي. هو مش عشان خاطر هو ده القرار الصح. هو مش دايما قراراته مرتبطة بالعقل، رغم طب امتى إن بيكون هو ذكي. متوازن؟ يعني لو هو شريك حياة وعايز يبقى حياته مستقرة، يعني امتى يكون متوازن؟ يعمل ايه عشان يكون هادي ومستقر في حياته وما ما يبقاش يستسلمش هوائي للوقت كده؟ اللي هو بيكون فيه متقلب المزاج. يعني انا دلوقتي متضايق او مخنوق، اشوف حاجه اعملها تهدي من اعصابي عشان اعرف افكر في الحاجه دي. ما اخدش ما قرار اخدش ابدا وانا قرار في الحال ده. بالظبط. اوكي. آه. طيب هو كصديق؟ كصديق، هو كصديق بيكون كويس جدا. تمام، يعني برج الجوزاء من الاصدقاء اللي هي بتبقى كويس، بس مش دايما بيبقى في حاله اللي هو مش دايما يقرب قوي من صديقه. لا، هو بيكون موجود، ويجي عليه وقت عايز يبقى مع نفسه، عايز يبقى لوحده، حاسس ان الصديق ده مش مناسب بالنسبه لي. لان دايما اصلا الجوزاء ما عندهمش اصدقاء كتير، مع ان هم هوائيين ومفروض ان هم منطلقين بيتكيفوا مع تقولي لا، واجتماعيين. ما عندهمش اصدقاء كتير بسبب ان هم بيجي عليهم وقت وبيقطعوا علاقاتهم بكل الناس في وقت واحد، ومش عايز يتعامل مع حد. وبعدين شويه يرجع لحالته، وبعدين شويه يرجع تاني يتعامل ويتكلم بس حسب مزاجه بقى. يعني اللي في حياته برج الجوزاء يبقى متفهم ان دي طبيعه برجه، وما ياخدش الموضوع بشكل شخصي ان هو بيعمل كده قاصد مع شخص معين. هو كده جوزاء. هو كده، هو طبيعته كده، هو شخصيتين في بعض. يعني تعمل تحط دايما طول ما انت صديق لبرج الجوزاء، حط في دماغك ان هما شخصيتين في بعض. انت بتعمل شخصيتين، شخصيه كويسه وشخصيه قلابه، يعني شويه كده وشويه كده. افضل وظيفه لبرج الجوزاء؟ خدمه عملاء، يحب يتكلم جدا. سيلز. يحب برضو ان هو يسافر، سفر، اي وظيفه لها علاقه بالسفر تبقى مناسبه جدا للجوزاء. وايه اللي ما ينفعش فيه خالص؟ اللي ما ينفعش فيه الحاجات اللي بتحتاج التزام قوي، اللي هو الشغل اللي بيحتاج التزام قوي، بيحتاج مواعيد. لان برج الجوزاء ما بيحبش التأييد ابدا.
بيحبش يتقيد بمواعيد، بيتقيد بوقت ويتقيد بمكان وهكذا، لا هو بيكره مم. الروتين، فمش هيلتزم او مش يا هيقدر جوزاء انت يكمل فيه. تعبتنا معاك. نوديك فين؟ طيب ما هو اي مكان هيبقى محتاج مسؤولية اكيد والتزام، بس ممكن يكون هو في العمل الحر يكون ناجح اكتر. اه بالظبط، مم. لانه يكون مرتاح بس اكتر لازم فيه، يكون معاه ينجح شريك اكتر بقى فيه. يعني يوازن، لما هو يقرر ان هو ما يروحش الشركة خالص بس يبقى في هو حد شايل يستمر مع الشيخ. الشريك، ما يجيش بعد كده يقول انا مش عايز حد معايا. مم. وانا بقول لك حيرتنا، بس عموما كل سنه وانتم طيبين كلكم ان شاء الله باذن الله، يعني تلاقوا كل تحقيق امنياتكم جميعا يا رب يا جوزاء. طب احنا عايزين ناخد برضو ابراج تانية نتكلم عنها شويه، يعني ده طلب ناس كتير، حابين ان احنا ناخد شويه في ابراج، في برجهم، صفاتهم، مميزاتهم، عيوبهم، العمل المناسب ليهم. رايك ناخد مين تاني؟ قولي لي، مش عارفه ناخد العقرب. العقرب. مم. العقرب برج، يعني انا بشوف العقرب ذكي جدا زي ما قلنا، وان هو برج يعني عنده معلومات كتير جدا جواه. يعني تقعدي مع العقرب تحسي ان هو مثقف جدا، تحسي ان هو فاهم جدا في كل حاجه هو مم. بيعملها وبيقولها. بس مشكله العقرب انه دايما بيراكم، فرد فعل العقرب بيكون عنيف بناء على التراكم، مش بناء عدى على حاجات الموقف. كتير، مره اتنين مش بناء تلاته. على موقف، هو مم. ممكن يجي في موقف بسيط جدا او في موقف تافه جدا وياخد رد فعل عنيف، فالناس تفكر ان هو ايه ده ما عملكش حاجه، انت ازاي اصلا بتعمل كده. مم. بس هو رد الفعل العنيف بناء على تراكم، بناء على كذا مشكله، مش مشكله واحده. يعني انت عملت معايا كذا وكذا 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 وانا سكت، وخدت لك بدل العذر 1000 عذر. يعني بدل العذر انا حطيت لك فبيبقى 1000 رد عذر. فعله قوي جدا. فبالتالي انا بعاتبك على 100 حاجه، على 100 مشكله انت عملتها معايا، مم. وانت بتعاتبني على حاجه واحده بس. مم. فهي دي مشكله العقل، ان مم. هو دايما بخلافاته او زعله، انا زعلان بسبب كل اللي انت عملته معايا في حياتي. طب واحنا الشريك اللي معاه هيعرف منين ان هو زعل من كل اللي فات؟ ما ما هيجي بيتكلمش. هيقول له، العقرب هيروح يقول له انا زعلان مم. منك في كذا في وكذا الاخر وكذا بقى. وكذا وكذا. بعد بصي يعني بعد مم. مشاكل كتير او مم. بعد كتير مم. هيفضل مراكم جواه، وبعدين ينفجر بقى. فلما يجي مم. ينفجر ويجي رد فعل اللي قدامه، انت كنت ساكت كل ده ليه؟ مم. ولسه جاي تتكلم ده؟ انت قلبك اسود، انت عقرب بقى، انت قلبك اسود وعقرب وما ايوه ينفعش دايما بيتقال عليهم كده فعلا، بس عشان عشان هما زي ما بيسكتوا. بيقولوا اتقي شر الحليم اذا غضب، هو كان وبعدين يعني عدى كتير وكان صابر. ومش كل العقرب بيعرف يعاتب. مم. يعني اكتر الناس اللي بتعاتب في برج العقرب الجزء اللي هو التاني من العقرب، اللي هو واخد من القوس شويه، هم مم. دول اللي بيتكلموا وبيعاتبوا. انما العقرب بقى اللي هو اول العقرب، لا، اول عشريه من برج العقرب والعشريه التانيه من برج العقرب ما بيعاتبوش خالص، بيسكتوا، بيفضلوا الصمت وبعدين والانسحاب. في الاخر يعني بقى يبقى قراره انت مش هتبقى في حياتي. بالظبط، مش مم. هتبقى في حياتي ليه؟ عشان انت انسان مش كويس. طب انا عملت ايه؟ مم. موقف، حتى لو موقف بسيط، هو قرر خلاص انا عدى مش هبقى كتير. موجود. وبيبقى قراره ما بيرجعش فيه بقى. هو من جواه بيحس ان كرامته مش سامحاله ان انا ارجع في القرار ده، هيبقى شكلي مم. ايه يعني؟ ما ينفعش. عنده عزة نفس شوية. اه بالظبط. طيب اكتر مهنة ممكن ينجح فيها العقرب ايه؟ اي مهنه ليها علاقه بحاجه سريه، بحاجه خفيه، مخابرات. بمخابرات، مم. حاجه في ما وراء الطبيعه، الحاجات اللي هي الغامضه، الحاجات الغريبه. برج تشده. العقرب بيحب يكتشف ويحب يستكشف. عنده حتة إبداع، يعني ممكن مثلا في الوظائف الإبداعية اللي محتاجة حس فني. اه مم. عنده حته ابداع حلوه جدا، وكمان يعني بيضيف لمسه او بيضيف حاجه مختلفه. مم. دايما العقرب بيعمل ده. جميل العقرب. مم. طيب ناخد برج تاني برضو نتكلم عنه، رأيك نجيب نقول ايه؟ السرطان. السرطان. عشان هما كمان هيبقوا نهاية الشهر اللي احنا فيه هيبقى أعياد ميلادهم، فهنتكلم اه عنهم برضو. برج السرطان هو عاطفي أمومي قوي، يعني مسميه أصلا برج الأمومي، اللي هو مم. طيب وحنين ولطيف وبياخد كل حاجة بالراحة. بس مشكلة السرطان إن هو برضو متقلب. برج السرطان ما بيبقاش ردود فعله برضو ساعات بتبقى اوفر شوية. هو بس هو بيقولوا دراما بيحب كوين كده، بيسموه بس هو كده. بيحب كده، يعني بيحب مم. يعيش كده، بيحب. هو عاطفي جدا، في العاطفة تلاقيه عاطفي جدا، وفي الدراما تلاقيه دراما قوي. مم. فهو ده طبيعته، ان هو يبقى دراما. معلش هو حنين قوي قوي، وام كده وحنيه، طيب نستحمل بقى شويه ان هو يكون بيكبر المواضيع عادي. عادي، ما هو مش الانسان لازم ناخده كده از بس يعني باكج عنده على عيب بعض. برضه ان هو اناني شويه، فكر في مم. نفسه برضه شويه. السرطان مم. بالنسبه للرجاله بتبقى عينها زايغه شويه في السرطان. مم. كل الرجاله يعني سرطان لا تلاقيه لا عينه زايغه شويه، لانه زي ما قلنا مم. هم عاطفيين جدا، فبيحبوا دايما يحسوا ان الاحتواء متبادل. مم. فاول ما بيحسوا باهتمام من حد ناحيتهم بيزيد بقى ثقتهم في نفسهم، وتلاقيه بقى دخل في الموضوع تطور. العاطفه تشتعل فورا. طيب اكتر مهنه ممكن السرطان ينجح فيها ايه؟
اكتر مهنة السرطان ينجح فيها. بصي، هو السرطان بيحب يعني اي حاجة ليها علاقة مثلا بالاستقرار، يعني امم المهنة المستقرة، هي ما فيهاش حركة كتير، ما فيهاش حكايات كتير، اللي هو حاجة مستقرة، حاجة ثابتة. روتيني. اه، اه. روتيني، ويحب بيتوتي كمان. يعني برج السرطان، لو في الناس اللي بتحب تشتغل من البيت اغلبها امم برج السرطان، امم يحب يشتغل من البيت ويحب يعمل كل حاجة من مكانه. بس بيطلع في الاخر نتيجة كويسة، مش لا، بيبقى قاعد بيطلع متدلع نتيجة يعني. كويسة، هو ذكي يعني، امم بيعرف يطلع نتيجة كويسة وذكي جدا. جميل برج السرطان. طيب تعالي نروح بقى سؤال تاني مختلف شوية. هقولك كل برج، يعني هقولك صفة وتقولي الصفة دي أكتر برج من الأبراج بتعبر عنها ايه. يعني مثلا قوليلي أكتر الأبراج صدقا، عمره ما يكذب أبدا. عمره ما يكذب، يعني نقدر نقول الميزان يعني شوية. الميزان. امم طيب أكتر الأبراج كرما، كريم جدا، يبان كريم، كده يعني تقولي ده برج كذا لما تشوفي الصرف ده. كريم جدا. الحوت. الحوت. مم. شكرا والله. أكتر الأبراج طيبة، طيب قوي. طيب قوي. السرطان. السرطان. مم. جدعنة، أكتر برج جدع. العقرب. العقرب، اه، سواء رجالة أو ستات. سواء رجالة او ستات، ما مم. يسيبوش حد في مشكلة. أكتر الأبراج غموض. العقرب غامض، والاسد برضو غامض شوية. مم. مم. العقرب أكتر. العقرب اكتر. مم. طيب أكتر برج بيبقى عنده رغبة في الانتقام، ما يسامحش. الانتقام. الاسد، والعقرب، وايه تاني؟ هو الاسد والعقرب بصراحة هم أكتر اكتر ناس بتبقى الابراج اللي عايزة عندها تنتقم. رغبة في الانتقام. مم. أكتر الأبراج رومانسية. الحوت مم. والسرطان. الحوت والسرطان. مم. أكتر الأبراج روحانية، مهتمة قوي بالنواحي الروحانية. الروحانيات يعني شوية بيميل ليها الدلو. مم. أكتر برضو الجادي شوية. مم. آه، يعني برضو هو العقرب برضو في حتة روحانية شوية، مم. وبيحب زي ما قلنا الاستكشاف، وبيحب الحاجات الحاجات اللي ما وراء الطبيعة. بالظبط. فهيتشد للناحية الروحانية. طب أكتر برج هادي، تحسي كده إنه قاعد هادي. العذراء. العذراء. مم. مم. هادي ساكت على طول. أكتر برج عنده كاريزما. كاريزما. الأسد. الأسد، دي حقيقة مم. فعلا. أكتر برج تحسي إن هو طموح، طموحه بيحركه طول الوقت. الميزان طموح. الميزان. بس ما بياخدش قرار على طول. مم. هو عنده طموح، بس ممكن يكون ما محتاج حد يشجعه أو هو يشتغل على نفسه هو عشان لا، هو يقدر يشجع بيدرس نفسه. الموضوع بطريقة اوفر زيادة عن اللزوم، يعني مم. بيطول في الدراسة. وفي الآخر ما بياخدش القرار. هو بيبقى طموح، مم. بس في القرار بقى في الآخر بيفضل بقى عايز يوازن الأمور، يعني مم. عايز كل حاجة تبقى مظبوطة. مين اللي طموح وبيوصل؟ طموح ويوصل ده له. اداله. مم. مم. طيب أكتر الأبراج عطاء. عطاء. في العاطفة ولا في المادة؟ عموما. الحوت. الحوت. مم. واخر حاجه اكتر الابراج تضحيه، ممكن يضحي باي حاجه عشان اللي قدامه. طبعا دي مش الحمل لو حاجه حب. متوازنه يعني. الحمل لو حب، يعني لو حب مم. قوي بيعمل كده. مم. جميل. مش مم. عايزين الحلقه تخلص، بس هي للاسف خلصت. ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه بقى نتكلم على مواضيع مختلفه، ولكن كلها بتحوم او تدور حول الفلك والابراج. شكرا يا توته جدا على وجودك معانا. مم. خلصت حلقتنا النهارده، نسيبكم على خير ونشوفكم على خير الاسبوع اللي جاي.